يعني عندنا في مصر بنعمل ايه؟ نعمل كأي مغربي ومغربية أنا عارف كتعرف شنو هو التزغريد، ولكن واش بصح كتعرف المعنى ديالو ولا منين جا ولا حتى علاش هو أصلا كاين؟ هادشي كامل غنعرفو في هاد الفيديو، خليك معانا. الزغاريد نعمة يدنا كانت كتستعمل في ثقافات قديمة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وما كانتش كتستعمل غير في الأفراح والأعراس كما كنعرفو كاملين، لا، فهي كانت وسيلة مهمة في تشجيع المحاربين في الوقيته ديال الحرب. فبداك الصوت ديال الحاد وسريه كانت كتعطي واحد الطاقه ولا واحد الانرجي جماعيه، كانها سينيال كتقدر تخلي اللي يسمعك من البعيد يا اما يفرح لك ولا يدخلوا الفضول ولا حتى يتكعكع. فتاريخيا النساء هما اللي كانوا معروفين بها ولا هما اللي كانوا كيديروها باش انهم كيعبروا على الفرح ولا على الدعم ديالهم لشي واحد ولا حتى على الحضور. وهذا الشيء اللي خلى الصوت ديال المراه ديك الوقيته قوه في الكولتور ديال لافريك ولا ديال الشرق الاوسط. فكيف ما عندها افكت على المتلقي ديالها من بعيد، عندها افكت على النفسيه ديال اللي كيديرها ولا اللي كيكون حاضر فيها. فاوتوماتيكمون انت كي كتسمع الزغروته كتفرح، وإلا ما فرحتيش يا اما حاقد على الفرح يا اما تكعكعتي. فكيف ما قلت كتصيفط واحد الانرجي اللي هي غريبه وزوينه كتخلي ان اللحظه كتبقى ميمورابل وما كتنساش. اما الشكل ديالها فهي كتختلف ما بين كل بلاصه والاخرى، بحال عندنا في المغرب كتكون على شكل صوت مقطع وسريع، ماشي كيما البلايص الاخرين بحال الجزائر اللي كتكون عندهم طويله والنغمه ديالها يا اما طالعه ولا هابطه واللي كيسميوها بالتهليل. واما عند الفراعنه فهي كتسمى الزغروده وكتكون واضحه وطويله بزاف. فالسؤال اللي نقدر نسولكم من بعد ما سمعتوا هاد ثلاثه ديال الزغاريد، واش حسيتوا بنفس الفيلينغ نفس الشعور عندكم داخل ولا حسيتوا بلي ان الفايب كاين مختلف بيناتهم؟ خليو لي الاجوبه ديالكم في التعاليق، وما تنساوش ماشي اي حاجه غتحتاج الكلام ولا الشرح باش اننا نشرحوها ولا نمعنيو عليها. يقدر غير بصوت غريب كما صوت الزغاريد نفهموا الفيلينغ ولا نفهموا شنو كيوصلوا لنا واحد الناس. دونك هذا ما كان، هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يكون عجبكم، وما تنساش تلايكي الفيديو وتبارطاجيه مع صحابك اذا عجبك وتخلي لنا شي كومونتير زوين باش تزيد تكبر العائله. وهذا ما كان، يا سور.